لقاء وموعد مع مشاهير النجوم. والنهاردة معنا حلقة خاصة نتعرف فيها على شخصيات مسلسل يوسف الصديق الحقيقية. فلتحيا السيدة زليخة. فليحيا مباشر قصرنا الشاب والجميل. أرى أنك ما زلت تزهد بالنظر إلي يوزرسيف. وكيف أصبحوا لقد بعد استدعيتك مرور إلى هنا لأكرر على مسامعك طلبي مرة أخرى. 15 عام على عرض المسلسل. يعتبر المسلسل الإيراني يوسف الصديق من أكثر المسلسلات التي ذاع صيتها بشكل كبير في أنحاء العالم، وذلك بسبب حالة الجدل التي أثيرت حوله في تجسيد شكل الأنبياء في العمل الدرامي. سوف أموت من شدة الألم. قذيني يا عشتار. المسلسل الذي عرض تحديدا عام 2008 وهو من إخراج فرج الله صلاحشور، ورغم الشهرة التي حققها بالعالم إلا أن القنوات ماذا المصرية فعلت الآن؟ الحكومية وبعض قنوات رسمية عربية رفضت عرضه بسبب حرمة هل يداك تجسيد شفيتان؟ الأنبياء. ماذا فعلت؟ ولكن كل هذا لم يمنع القنوات الخاصة الأخرى من بثه وعرضه مدبلجا باللغة العربية كما رأينا جميعا، رغم كونه باللغة الإيرانية. وتناول المسلسل قصة النبي يوسف وما تعرض له من قبل أشقائه وظلمهم له وإلقائهم له في البئر حتى تم بيعه في مصر ودخوله السجن وخروجه بعد سنوات وأصبح عزيز مصر. يا رب العرش يا نجدتي. وكيف أوحى الله له قصة الجفاف لينقذ العالم منه. الشخصيات الحقيقية للمسلسل شخصية يوسف اللي هو اسمه الحقيقي مصطفى زماني اللي هو يوسف الكبير، وشخصية يعقوب اللي هو محمود باك نايت، وشخصية زليخة الممثلة كتايون رياحي. أن آمون كان يكلم الناس في أوقات حضورك في المعبد، وكان يكف عن الحديث عند غيابك. وشخصية أسينات إلهام حميدي من مواليد 77. وشخصية يوسف وهو صغير حسين جعفري عنده دلوقتي 35 سنة، وهو ابن خالة بطل المسلسل اللي هو مصطفى زماني يوسف الكبير. لكن كثير من أهل الدنيا ما زالوا يتخبطون في الضلالة والتيه والفقر. عندما يأتي الصالح الموعود سيعمد إلى أهل هذه الدنيا فيخلصهم من الضلال والفقر كأهل مصر وينجيهم من كيد الظالمين. الموعود شخصية بنيامين زهير ياري 43 عام الآن. شخصية أمن حوتب الثالث هالبكشي سلطاني من مواليد عام 1951. شخصية نفرتيتي وهي ليلى بلوكات وهي من مواليد عام 1981. وشخصية نيمي سابوه سيروس كهوري نجاة. وشخصية أخناتون درجيم نوروزي. وشخصية بوتيفار عزيز مصر جعفر دهقان من بالتحري عن قضية النسوة التي قطعن أيديهن. ولكن ما القضية؟ هل يعلم أحدكم شيئا؟ نعم علي المقام، أنا على علم بالقضية. شخصية الإخماهو كبير الكهنة عباس أميري وهو من مواليد عام 1943 وتوفى عام 2011. هو أني كنت أقوم بتغيير صوتي وأنا أكلم الناس من نافذة موجودة بالقرب من آمون. أجل،
هو الذي يبعث اسمه السكينة والطمأنينة في قلوب الناس إذا ما اعترضتهم الخطوب. ومن يكون؟ ومتى سيأتي؟ بعد أن يأتي النبي الخاتم، عندها يأتي المخلص الموعود. ستكون حكومة واحدة يكون حاكمها المخلص الموعود، وسينشر القسط والعدل في الأرض طولا وعرضا. دي كانت نبذة مختصرة عن المسلسل وعن صور أبطال المسلسل بعد مرور 15 عام.